ده يوم من بيت إيمان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. جايالكم بجزء صغير من روتين يومي. اتمنى تكون الفيديوهات دي بتعجبكم ومستنية رأيكم في الكومنتات. اول حاجة بقى عملتها صليت ودخلت بقى على الريسبشن. كانت الدنيا برا متبهدلة، مية بقى واكل على الترابيزة وكده واطباق، فشلتها ومسحت الترابيزة وابتديت بقى انفض الكنب وانفض الصالون وافرش الفرش وهكذا. يعني المهم روقت الريسبشن وبعد كده دخلت على المطبخ. كان عندي بقى الاطباق والحاجات بتاعه الفطار دي، قمت غسلاها وغسلت برضو البوتاجاز. وبعديها دخلت اخدت شاور، الجو كان حر جدا جدا وقلت بقى ايه اما اروح اقضي اليوم عند ماما، اروح اقعد معاهم كده ماما واختي كده ونقعد بقى ايه نرغي شويه. رحت عند ماما لقيتها بتعمل لحمه كباب حله وسلقه لحمه وهتعمل رز، لان طبعا الجو حر قوي وعايزين اكل خفيف. اختي بقى دخلت عملت لنا 2 نسكافيه وشويه بقى بسكوتات وشويه وعملنا فشار. عارفين بقى احنا الاخوات بقى لما بتتجمع بتبقى احلى قعده يعني. هي بتعمله كده بالجبنه، بيبقى طعمه حلو قوي. وبعد كده استغلتني، قالت لي تعالي لي بقى كده ايه، اعملي لي كل ما اروح تقول لي اعملي لي درج من الدراج بتاعه السراحه بتاعتها. المهم فضيتها ونضفتها كده وابتديت ان انا ارتب فيها الايه الميك اب بتاعها وكل ده انتوا عارفين بقى استغلال الايه الاخوات. وارتب هنا شويه واشيل من هنا شويه لحد ايه ما رتبته، وفي الاخر بقى ايه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت. شايفين النظافه. دخلت بقى صبنت الحوض مطرح ما انا كنت بغسل الفرش والعلب، فكانت الدنيا باظت، فلازم من افسد شيء فعليه اصلاحه. تمام. بعد كده دخلنا بقى عملنا الرز انا وهي اللي عملته يعني، وعملته هنا بحبة مية ولبن وفي الاخر حطت ايه قشطة. وبس كده. وبعدين حطينا بقى الغدا بتاعنا كان كباب الحلة خلاص اتعمل. واخر حاجة بقى عملناها كوباية شاي للحاج صاحب البيت.